السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه كوكويت ديجا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه ديال التفاح بالكريم باتيسير. كتجي اكثر من رائعه، هشيشه ولذيذه. نتمنى تعجبكم وتجربوها. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس الاحمر باش يوصلكم كل جديد. نبداو بسم الله على بركه الله. المقادير غادي نحتاج في المقادير 2 بيضات بحراره المطبخ، كاس ديال الزيت المائده، كاس ديال اللبن او حليب، او ممكن تعوضوه ب هذا ياغورت طبيعي، كاس لاروب ديال السنيده او السكر حبيبات، وجوج كيسان ديال الدقيق، جوج ديال الخمارات، بزاز ديال الحامضه، وقبيصه د الملحه، جوج ديال التفاحات. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاج هنايا مربى ديال التوت الفريز، ونحتاج هنا الكريم باتيسير اللي كنت حضرت بها من قبل الشنيك، وهذا الشيء اللي شاط ليا منها هو اللي غادي نستعملو في التزيين ديال هذه الكيكه. اول حاجه غادي نقطع هذا التفاح، غادي نقيه ونقطعو على هذا الشكل، وغادي ندير له واحد القطيره ديال الحامض باش ما يكحلش. اول حاجه غنديرو بها غنقرب هاد شويه البيض، غنزيد عليه هاد الزيت مع شويه الملحه، نضيف الزيت، نضيف السميده، غادي نضيف اللبن، غادي ندير الدقيق، ندير 2 خمارات ونغربل، غادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق، صافي هكذا. غادي نضيف التفاح، غادي نخلي غير شي قطع اللي غنخليهم للتزيين، وغادي نستعمل شي لاخر كامل. صافي غادي نخلط التفاح مع العجينه كله، وهنا انا غبرت واحد المول، درت ليه الزبده وغبرته بالدقيق، وغادي نفرغ فيه هذا الخليط ديال الكيكه. ديجا راه الفران درتو كيسخن على 180 درجه، انا هنا درت هاد الكريمه في واحد الجيب حلواني، ونحاول نطراسي بهاد الكريمه خطوط هكذا، تندير مربعات تكون متساويه، ونحاول نعمر ديك الخطوط مزيان.
وغادي نجيب هاد الطريفات ديال التفاح كنديرهم على هاد الشكل. ونعمر في كل مربع من هذوك المربعات اللي صايبت هكذا واحد المعلقه ديال الكونفيتور ديال الفريز. نحاول ما ندخلش ديك الفريز لداخل، يعني نحطو غير من الفوق. انا هنا زينتها كامل، وانا غادي ندخلها ان شاء الله الطيب. غادي نشعل عليها غير من التحت. كما قلنا راه الفران كيسخن على درجه 180. بالنسبه للفرن الكهربائي. بالنسبه للفرن العادي بالغاز تكون الحراره متوسطه، ما تكونش مجهده ما تكونش قليله بزاف. صافي انا غادي ندخلوه نطيب ونرجع معاكم مني غادي يطيب ان شاء الله. ملي خرجنا الكيكه من الفران هي كتجي على هذا الشكل. غادي نغبروها شويه ديال السكر كلاصي. وغادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. وانتم كيفاش كيجي المنظر ديالها رائع. ديك الكريم باتيسير مع المربى كتجي رطبه بزاف هشيشه ومسقيه وكتجي لذيذه. نتمنى تجربوها وتعجبكم وبالصحه والراحه.